ماهي الطاقيفية في واحد المقطع دارها البارحة وبخرة، الله يجيب لك ان شاء الله بربي قصيدة تشتك ما يلقاو ما يلموا فيك. قال لك باللي كاروني راهي تسب في الدولة، يعني قال لك كاع طاقوا عليا وانا طيق على خالتي. انا كي هدرت على الدوله قلت وي الدوله ماهيش موفره حتى اي حاجه للشعب، ما موفره كاميرات، ما موفره امن، حتى التحليل تاع الدي ان اي يبعثوه لفرنسا. تخيلي التحليل تاع الدي ان اي في الجزائر يخرج بعد شهر باش عرفوا جثه تاع مروه هي ولا ماشي هي. الدي ان اي لازم يكون خارج البلاد باش يعطوا لهم الرد في اقرب وقت ممكن. هذه ابسط حاجه يعني اللي تكون متوفره في البلاد. اول حاجه مروه كانت حيه 16 يوم هي حيه. ثاني حاجة قتلت لأنه أنت شتت رأي عام، قلبت كامل التحقيقات وقلبت كامل الناس توجهت إلى قالمة وين قدر المجرم يدير رايو ويكمل المهمة على أتمم وجه ويرميها في هذاك المكان. لأنه أنت يكون ما خرجت وتواطأت مع المجرمين وكذبت، انت راه بحالك عصابه. 16 يوم الطفله حيه، غير خرجت انت ودرت قصه مكاش كامل منها، استغلوا فرصة تاعهم وداروا اللي داروا ورماو الناس تحوس في قالمة. الدرك توجه إلى قالمة، كامل أعين الشرطة وأعين الشعب في قالمة، والمجرم راه داير رايه في قسنطينة بسببك نتايا اللي توفات الطفلة وبسبب الكذب تاعك اللي توفات الطفلة. راك عصابة، ونتمنى من الدولة الجزائرية، ماشي أنا نتمنى الشعب كامل الجزائري يسنيوا عليك ورقة ولا ما على باليش واش يديروا وينزلوك للجزائر باش تاخذ الجزاء تاعك. لأنه انت شتت الرأي العام وشتت مجرى تاع التحقيقات تاع البحث في الطفلة. هذا الرخيص.